كل سنة وانتوا طيبين. تعالوا نعمل حاجة حلوة كده بقى لزوم العيد. هنعمل شوكولاتة حلوة جدا. لو تعرفوا في نوع شوكولاتة اسمه ريسز، دي بتبقى من جوه فيها زبدة فول سوداني، بتبقى جميلة جدا. عملناها بقى في البيت بطريقة سهلة قوي، بحاجات تقليدية ان شاء الله كله هيبقى تمام. عندي شوكولاتة خام اي نوع عندك او موجود حواليكي يعني، وزبدة فول سوداني اي نوع برضو، او لو بتعمليها في البيت بتبقى جميلة جدا. انا استخدمت النوع ده اللي كان متواجد عندي. لو عندك بقى قوالب السيليكون بتاعة الشوكولاتة هتبقى حلوة جدا معاكي. انا مش عندي فاستخدمت صينية الكب كيك وحطيت ورق الكب كيك، وهشتغل عادي جدا. هسيح الشوكولاتة في حمام مائي مع معلقة من الزيت، معلقة كبيرة، وممكن كمان تسيحي كمان شوكولاتة بيضة يعني اللي انتي تحبيه يعني. بعد ما اسيح الشوكولاتة هبدأ بقى اخد الشوكولاتة بتاعتي واحطها في القوالب، حوالي معلقة كبيرة محترمة كده في القالب عشان الأرضية عندي كبيرة شوية. المهم يعني كمية تبقى تملى الأرضية عشان تبقى مناسبة يعني. نخبط بقى الصينية بتاعتنا كده خبطتين عشان الشوكولاتة لو فيها أي فراغات تتشال، واحطها في التلاجة. وبعد ما تتماسك هحط بقى ايه زبدة الفول السوداني. هحط كده حوالي نص معلقة صغيرة او معلقة على حسب يعني الكمية المناسبة، وبعد كده بفردها. المهم ما وصلش لأطراف الكب، سهلة جدا. المهم بعد كده بنحط بقى الطبقة التانية من الشوكولاتة، وتبقى كده خلصت معانا. هنسيبها بس تتجمد شوية وخلاص. كده كده بقت تمام جدا معانا. عايزة بقى تشكلي شوية، تعملي نص شوكولاتة بيضة ونص شوكولاتة اللي هي البني، براحتك جدا يعني اللي انتي عاوزاه اعمليه. وبقت معانا احلى شوكولاتة ريسز، وبقت غالية جدا دلوقتي يعني. حلوة قوي وان شاء الله هتعجبك وتعجب ولادك. اتمنى لو الفيديو عجبك ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في قناتي على اليوتيوب وصفة هدير سعد. انا عاوزاكي بقى تجربيها وتقولي لي رأيك فيها. حلوة جدا والطبقات حلوة جدا، الشوكولاتة مع زبدة الفول السوداني. ممكن تحطي اي حاجة انت عاوزاها، ممكن تحطي مكسرات، مش لازم زبدة فول سوداني. ما تقفيش على حاجة واحدة. هتعجبك جدا وهتعجب ولادك. شكرا جدا ليكم ومتابعتكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.